تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الحمام الكداب من الألف للياء، من أول ما نخلي الأوراق لغاية لما نحشيها وتبقى بالجمال ده. النهاردة هنعمل مع بعض الحمام الكداب وبحشوة الرز البني ومن غير ما نحرق البصلة، وهيطلع معانا جميل ومفلفل زي ما انتوا شايفين. يلا ندخل على تفاصيل الفيديو النهاردة. أنا معايا 4 أوراق. طبعًا هنبتدي نخلي الورك، هامشي مع عضمة الورك، وهابدأ أفتح كده وأسلِّك العضماية وأي لحمة كده بازِحها لجوّه، لغاية لمّا تنفصل معايا العضماية زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. بعد كده باجيب سكينة وأبدأ أخبّط على العضماية عشان تتكسر. طبعًا أنا مش عايزة أسحبها كلّها، لأ أنا عايزة أخلّي الحتّة اللي هي في المفصل دي من تحت، علشان دي اللي هتعمل لي راس الحمامة. وأي كده جزء فيه عضماية باشيله. بعد كده باجيب الشاكوش وبادق كده على اللحمة علشان لمّا آجي ألمّها على بعض تبقى معايا على شكل الحمامية. زي ما أنتم شايفين كده ب باحدد العضماية كده، وبالسكينة باحددها لغاية لمّا أفصل الجزء الأولاني من العضماية. بعد كده بادخل على عضماية الدبوس وباسحب أي لحمة، اللحمة اللي فيه كده بازُقّها في الورك كده باخلّيها، وبعد كده باشفّي العضماية زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. وبعد كده باوصل عند آخر العضماية كده وباكسرها بالسكينة، وباشيل أي عضماية كده في الجنب. طلع إن إحنا نخلي العضم من الورك سهل جدًا. بعد كده بادق كده على اللحمة علشان يبقى متساوي معايا. بعد كده حضّرت التتبيلة، بصلاية مبشورة وطماطماية مبشورة ومعلقة من الصلصة ومعلقة من الفلفل الصغيرة ونُص معلقة من الملح وربع معلقة من التوابل ال7 وتوم باودر وبصل باودر، يعني نُص معلقة ونُص معلقة، وقلّبت ده مع بعض. وبعد كده باحط الأوراق بتاعتي وأقلّبها كده فيها في التتبيلة دي. طبعًا هاسيبها في التتبيلة لمدة ساعتين تشرب من التتبيلة، علشان لمّا نيجي نحشيها يبقى طعمها حلو جدًا. وبعد كده باغلفها وادخّلها التلاجة. بعد كده هاحضّر الرز معايا يعني معلقة صغيرة من السمنة البلدي، حطيت عليها بصلاية كده متوسطة. هاقلّب البصلاية كده لغاية لمّا تصفر، أنا مش هاخلّيها تتحرق. بعد كده حطيت كوباية من الرز. طبعًا اللي كان المفروض إن أنا أحط نُص كوباية من الرز، لإن هيتبقى معايا رز، فخسارة إن أنتِ تحطي رز كتير. هاحط كده معلقة من الفلفل، نُص معلقة من الملح، وطبعًا اللي بيخلّي الرز بني هي معلقة الديمجلاس، معلقة صغيرة من الديمجلاس، وهاقلّب كده الرز فيها. طبعًا كوباية الرز هتاخد معايا كوباية إلا ربع من المَيّة، لإن أنا طبعًا عايزة الرز يستوي 3/4 تسوية، مش عايزاه يستوي تسوية كاملة، لإن لسه هيدخل الفرن. وكده الرز معايا بقي جاهز، هاسيبه يبرد وبعد كده نحشي بيه الفراخ. باجيب كده الرز، طبعًا ما تكتريش رز علشان الحمامية كده ما يطلعش منها الرز، أو ورك الفرخة ما يطلعش منها الرز. وبتلمي كده الجلد واللحم كده على بعضه، وبخلة الأسنان هتدبسي كده ورك الفرخة، وهيدينا طبعًا شكل الحمامة. بنقفل كده من كل الجوانب علشان الرز كده ما يطلعش معانا. يمكن أول واحدة ما طلعتش مضبوطة أوي، لإن طبعًا حشيت رز فيها كتير. التانية دي بقى هاحط كده رز، بس مش هاحشي فيها كتير رز علشان تطلع مضبوطة معايا. وبادبس كده بالخلة. سهلة جدًا مش صعبة، أنا كنت مستصعبة إن أنا يعني أخلي الوراك وكده، بس طلعت سهلة جدًا. وتتعاملي مع الأوراق أكنها حمام فعلًا، إن أنتِ ما تحشيش رز كتير علشان الرز ما يطلعش من برّه، أو الحمامية كده تفرقع معاكِ. هنا طبعًا قفّلت عليها بالخلة، وباحاول أدبّسها كده عشان تدّيني شكل الحمامية.
وبكده أكون جهّزت الحمام الكدّاب. جِبت البايركس بتاعي وحطيت فيه بطاطستين كده قطّعتهم، وبعد كده فلفل وبصل، وعصرت طماطمتين كده في الخلاط مع شوية مَيّة، وهاضيف لهم ملح وفلفل ال7 بهارات، وهاقلّبهم كده مع بعض، وبعد كده هاضيف لها معلقة من الصلصة علشان تعزّز معايا اللون، وهاضيفها كده على الخليط. بعد كده اتبقى معايا شوية عصير طماطم ضفتهم برضه على الخليط. هارُص كده أوراق الحمام المحشية، وبعد كده هاكون مجهزة معلقة من الصلصة، عليها رشة ملح وفلفل، وعليها كمان معلقة من الزيت، وهادهن كده بيها الأوراق بتاعتي أو الحمام الكداب عشان ياخد لون حلو زي اللي شفتوه معايا في أول الفيديو. طبعًا قبل ما أدخّلها الفرن هاغطيها بورق زبدة وورق فويل، وهادخّلها الفرن وهتطلع بالجمال ده. ده شكل الأوراق المحشية أو الحمام الكداب. هاطلّعها كده على طبق، مقطّعة طبعًا شوية بقدونس من تحت كده بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك.